الشر دايما كان فكره بتجذب انتباه الناس حتى في الافلام. بقت في موجه مؤخرا اننا نخلي الابطال هم الاشرار، زي فيلم سوسايد سكواد والجوكر ومسلسل لوكي. حتى مصر عملت مؤخرا في كل اسبوع يوم جمعه. تحس ان فكره الابطال الجنات بقت موضه قديمه، واللي بياكل دلوقتي السفاحين وقتالين القتله. بس حتى في الجرايم في تقسيمات مش سايبه هي. عندنا اللي بيقتل بدافع القتل او السرقه او القتل الخطا، او بيتفرج على فيديوهاتي من غير ما يعمل لايك وشير. ده ما يعتبرش قاتل متسلسل، ده يعتبر قاتل عادي، لان ببساطه القاتل المتسلسل لازم يكون بيقتل 3 او اكتر. ساعات بيبقى في رابط بين الشخصيات وبعضها بس في عقل المجرم القاتل، في اللي بيقتل فتيات ليل، وفي اللي بيختار الناس الكبيره، وفي اللي بيختار نوع او عرق بعينه. وده بيرجع حسب الاختلال النفسي اللي بيمر بيه المجرم القاتل. في اللي شايف نفسه القدر، وفي اللي شايف نفسه بينفذ العدل، وفي اللي بيعمل ده لجذب الانتباه او الشهره. بس ده ما يخليش هتلر قاتل متسلسل، لان ببساطه لازم يكون بيقتل كل ده بايده. مجرمين الحرب والمسؤولين عن الابادات الجماعيه ما يعتبروش قاتل متسلسل. طب هل في امثله لقاتل متسلسل؟ اكيد في. تيد باندي، ديفيد بركوينز المعروف بابن سام، دينيس ريدر المعروف ببيتي كي كيلر. طب هل في قاتل متسلسل مصري؟ تعالوا نشوف. قذافي فرج عبد العاطي كان شغال محامي، وكان ليه صاحب اسمه رضا، كان متعود يبعت له فلوس عشان يشغلها له عشان محامي وعشان صاحبه يعني. بس القذافي طلع حرامي، وطلع واخد كل حاجه وكاتبها باسمه بتوكيل عامله له رضا عشان يخلص له بيه الدنيا. ولما حب رضا يرجع من السعوديه في 2015 كان قدام القذافي حلول كتيره قوي، بس هو اختار الاختيار اللي دايما المجرم بيختاره، القرار الغلط. عزمه على العشاء في البيت عنده في الجيزه، وحط له سم في الاكل. دقايق والسر الالهي طلع، ودفن صاحب عمره في حفره عمقها 2 متر، وبعت رساله لمرات رضا من تليفون رضا قال لها ان البوليس قبض عليه وقفل التليفون. ودي كانت اول جريمه في السلسله. بعدها شهوه الدم اتملكت من القذافي. بعدها بايام قتل مراته فاطمه بعد ما اخذت منه 400,000 جنيه لانها كانت خايفه يتجوز عليها بيهم، وحفر حفره تانية في اوضه تانية ودفن مراته فيها، ودفن معاها شويه ذهب عشان يثبت لنفسه انه ما قتلهاش عشان الفلوس. الضحيه الثالثه كانت شغاله عنده في المكتب، مكتب من المكاتب اللي كان واخدهم من رضا صاحبه الضحيه الاولى. على الرغم من ان حصلت ما بينهم علاقه الا انه راح اتقدم لاختها، ولما هددته ان هي هتفضحه قام عمل نفس النمط بالظبط، استدرجها وقتلها وحفر حفره تانية في اوضه تانية من الاوض ودفنها فيها. وراح قال لاهلها ان هي هربت عشان تشتغل في مجال التمثيل والاعلانات عشان ما حدش يعمل محضر باختفائها. بعد الضحيه الثالثه قرر ان هو يسيب القاهره وينزل اسكندريه، واستغل اسم صاحبه رضا وفتح محل كهربائي، وهناك اتعرف على ضحيته الرابعه، واحده كانت شغاله معاه واقنعها انه بيحبها وعايز يتجوزها، واخد منها شيك ب 45,000 جنيه قيمه شقه كانت بايعاها من فتره. ولما حست انه بيضحك عليها طلبت فلوسها، اقنعها انه معهوش سيوله وان هيديها بيهم بضاعه، ولما وافقت وداها المخزن وهناك استفرد بيها، ضربها وقتلها ودفنها هناك. بعدها غير اسمه لاسم المهندس محمد مصطفى مهندس الكهرباء. اتجوز من بنت تاجر كبير اللي كانت بتتعامل مع جواهرجي كبير جدا. وقتها القذافي قرر انه يبيع شويه ذهب للجواهرجي، ولان كميه الذهب كانت كبيره جدا الجواهرجي شك فيه وقرر يبلغ البوليس. وهنا البوليس اكتشف ان واحده من زوجاته اللي كان متجوزهم باسم المهندس رضا كانت رافعه عليه قضيه بسرقه الذهب ده، وبالفعل اتقبض عليه تحت اسم المهندس رضا. ولما جت عائله المهندس رضا عشان تشوف ابنهم المختفي بقاله 5 سنين لقت صاحب عمره القذافي، واتفتح تحقيق جديد واكتشفوا كل الجرائم اللي عملها، وبقى قدام الناس معروف باسم سفاح الجيزه. قذافي اتحط في مستشفى الامراض النفسيه لمده 2 شهور عشان يكشفوا اذا كان بيمر باي مرض نفسي ولا لا، وخرج من المستشفى بعد ما اتاكدوا انه سليم نفسيا واتحاكم محاكمه عادله. اسئله كتير، ايه اللي يخلي الواحد يوصل لمرحله التفكير دي؟ وبيجيب منين قلب انه يعمل كل ده؟ على الرغم ان واحده من زوجاته قالت ان عمرها ما شكت فيه، وانه كان بيصلي وبيعرف ربنا. كل واحد فينا جواه غير اللي براه، وفي ناس جواها مخيف جدا. ربنا يعين كل واحد على نفسه ويحمينا من شر نفوس الغير.